لو نفسك تعمل غلاف لقناتك على اليوتيوب يكون شكله احترافي من غير فوتوشوب، النهاردة هوريك ازاي تعمل غلاف لقناتك بالذكاء الاصطناعي في دقائق بسيطة وبشكل مجاني. خليك معايا لنهاية الفيديو وهعلمك ازاي تحط الغلاف واللوجو بطريقة صحيحة. اول حاجة يا جماعة هناجي على جيكت بيجي، طبعا كلكم عارفينه من غير اي حاجة. هنكتب ايه يا جماعة عشان يعمل لنا الصورة؟ هنكتب له السلام عليكم. تمام. كنت عايز غلاف لقناتي الجيمنج على حسب القناة اللي انتوا عايزينها. لو كان الطبخ تقول طبخ، او كان الجيمنج او كانت مثلا شرح تقولوا شرح زي ما انتوا عايزين. تمام. اول ما هنكتب الجيمنج تمام هتكتبوا اسم القناة واسم قناة مثلا ميرو بليه. تمام. وهنبعت له دلوقتي. تمام. هيحمل معانا كده جارة انشاء الصورة. هيحمل لنا الصورة هنا يا جماعة. تمام. هننتظر دقيقتين او 3 كده وهيحمل لنا الصورة. اول ما هيحمل الصورة هرجع لكم تاني حبايب قلبي. كده يا جماعة ما كملش الدقيقة واحدة وعملها لنا كده زي ما انتم شايفين ميرو بلاي. هندوس على كلمة حفظ. تمام. هيتحفظ معانا دي يا جماعة الخلفية. مثلا لو عايزين اللوجو هتكتبوا له ايه؟ معلش خليها على شكل لوجو للقناة اليوتيوب. تمام. هتقولوا له كده خليها على شكل لوجو للقناة اليوتيوب. هتعمل لها كده هتبعتها له برضه. هيحمل معانا نفس الكلام وهيقول لك جارة انشاء الصورة. هيحمل الصورة وهرجع لكم تاني يا جماعة. كده يا جماعة حولها لنا على شكل لوجو. هندوس عليها وهندوس حفظ. تمام. تمام. دقيقة واحدة هيتحفظ. تم حفظ الصورة. هنطلع كده يا جماعة. هدخل على اليوتيوب وارجع لكم تاني. كده دخلنا على القناة بتاعتنا يا جماعة. طبعا مثلا لو عايز انا اغيرها هاجي على علامة القلم ده. تمام. وهدوس على الصورة هنا. تمام. وهدوس معرض الصور وهضيف الصورة اللي لسه محملها منه. تمام. هعملها كده بالشكل ده وهدوس حفظ. تمام. كده اتحفظت معانا يا جماعة. لو طلعنا برا هيبقى شكلها ازاي بدل ما كده. دقيقة لسه بتحمل. بقيت ميرو بلاي. مثلا يا جماعة لو عايزين نغير الخلفية اللي ورا، طبعا الصورة هيبقى ايه صغيرة عليها، هتبقى كبيرة قصدي معلش. لو جينا مثلا عملنا كده مش هيبان اي حاجة. بص لو عملنا كده مثلا مش هيبان غير كلمة ميرو بس او اي حاجة منيها. دقيقة هيحمل معانا. تمام. ابص كده مش هيجي معانا غير كده. طبعا عشان نحل المشكلة دي هنعمل ايه؟ هناجي على جوجل بلاي. تمام. وهنكتب غلاف يوتيوب. تمام. هناجي على الصور هيظهر معانا الحاجات دي. لو جينا مثلا اخترنا المقاس ده مثلا ودوسنا عليه تثبيت. تمام. دوسنا تثبيت الصورة. بصوا هتلاحظوا من فوق اكتمل التنزيل. هنروح يا جماعة على بيكس ارت ونرجع لكم تاني. كده دخلنا على بيكس ارت يا جماعة. تمام. نديله التحميل بتاعه وهندوس على علامة الزائد دي ونختار الصورة اللي لسه محملينها. تمام. اللي هي دي. بعد كده هناجي هنا وهناجي على كلمة إضافة صورة وهناجي على كلمة اللي لسه عاملينها من جيكت بيجي وهنحددها عليها يا جماعة. هتركزوا كده. بصوا مثلا كده. تمام. وكده وهنمدها كده لحد العلامة السوداء تتغطى. بس كده هندوس علامة صح وتنزيل. تمام. هندوس تم. هروح لليوتيوب يا جماعة وهفتح الكاميرا بعد كده. ادينا كده رحنا على اليوتيوب يا جماعة. هناجي برضو على علامة دي. تمام. وهناجي نختار اختيار من صورة اللي هي الصورة دي اللي لسه عاملينها وهنحدد كده. تمام. وندوس حفظ. تمام. كده شفتوا انتوا قبل وبعد. تمام. لو جينا كده يا جماعة بصوا هتلاحظوا ازاي بقيت في فرق واضح. ادي بقيت اهو ميرو بلاي هنا. تمام. ومن ورا برضو. تمام. وكده حبايب قلبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم وبإذن الله هيعجبكم. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة حبايب قلبي. سلام.